الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري 2-1 ويتصدر جدول ترتيب الدوري. أحرز للأهلي أشرف بن شرقي وزيزو، وأحرز للاتحاد فادي فريد. بصراحة الأهلي لسه ما وصلش للمستوى اللي احنا عايزينه. الأهلي مش حلو، الأهلي وحش. هو خد اللي هو عايزه، قدر انه ياخد ال3 بونت، بل بالعكس نادي الاتحاد كان خطير جدا وكان يقدر يتعادل في اي وقت بسهولة. علامات استفهام كبيرة جدا على دفاع النادي الاهلي. دفاع النادي الاهلي محتاج وقفة جامدة، في حاجة غلط في دفاع النادي الاهلي. زي ما قلت قبل كده، دفاعات الاهلي مستباحة وممكن اي حد في اي وقت يسجل في النادي الاهلي. الحاجات الكويسة النهاردة ان شفنا محمد شكري رجع شوية، واحدة واحدة هيبقى عندنا باك ليفت يلعب حتى لو مؤقتا لغاية ما نجيب باك ليفت. مفيش حاجة فنيا في الكرة تتقال. الاهلي وحش، الاهلي محتاج وقفة، لكن العذر الوحيد ان احنا لسه مدربنا جديد، ده تاني لقاء ليه، واحنا محتاجين على الاقل عشان نحكم عليه 4-5 ماتشات عشان نقدر نقول الراجل ده وصل بالاهلي لفين. الاهلي خد اللي هو عايزه وقدر بعد البداية المتعثرة في اول الدوري، قدر ان هو في الاخر بعد 10 جولات يحتل المركز الاول، لغاية بقى ما بيراميدز يرجع يلعب ماتشاته ونشوف احنا هيبقى مكاننا فين. انا عايز اوجه رسالة لعمر كمال عبد الواحد. يا كابتن عمر، انت محتاج تقعد مع نفسك قاعدة. انت خدت 3 دقايق 4 دقايق 10 دقايق تلعبهم، انت نزلت بعد الطرد والملعب فاضي ونزل بمجهودك. المفروض تكون احسن من كده. انت مش عارف تباصي، مش عارف ترقص، حتى الباصه اللي بصيتها في نص الملعب مباصيه قويه جدا بتغلط اللي قدامك او بتورطه. يا عمر اقعد مع نفسك وظبط حالك. الراجل اداك فرصه النهارده تلعب، حتى لو الظروف هي اللي اضطرتك انك تلعب او اضطرته انه ينزلك تلعب، لا امسك في الفرصه كويس. وانت في علامات استفهام عليك، ده مش مستواك. انت لما جيت الاهلي كنت بتطلع نار من بقك، دلوقتي انت محتاج تقعد مع نفسك وتظبط نفسك، لان في حاجه غلط. ان شاء الله لو هتلعب دقيقه امسك فيها وامسك في الفرصه. مبروك للنادي الاهلي الفوز النهارده وال3 نقط. مش مبروك على الاداء، لكن مبروك على ال3 نقط، ومبروك على صداره الدوري بعد 10 ماتشات. بعد ما بدأنا وكنا ال16 وال13 وال12 والثامن، بقينا الاول. مبروك للنادي الاهلي. سلام.